القانون العاشر قانون الادخار، ابدأ من النهاردة بتوفير 10% من دخلك وما تسيبهاش ابدا. النسبة دي بتتراكم مع الوقت وبتبقى راس مالك على المدى الطويل. راس المال ده راس المال ده مش هتصرفه الا علشان تحقق حريتك واستقلالك المالي. لما تدخر ولو جزء بسيط من دخلك بسرعة هتتحول ده لعادة وهتزيد الكمية اللي بتوفرها. الادخار هو اساس النجاح المالي. كل ما تدخر اكتر كل ما هتكون احسن حال من الناحية المالية. افتح حساب بنكي خاص بال10% دي، واهتم انك ما تقربش منها في مصروفاتك. انما علشان تستثمرها وتنميها خد بالك من النسبة دي اللي بتقتطعها بنفس احترام والتزام اللي بتدفعه في الايجار والاكل والمواصلات. لو كنت بتعاني من ضغط مالي بسبب ديون مثلا ولقيت نسبة ال10% كبيرة، ابدأ ب1%، وبعدين لما تتعود عليها زودها ل2%، وبعدين 5%، وتوقف عند اللي يريحك. وتقدر باستراتيجية دي توصل لأكتر من 10%، وبكده مستقبلك المالي هيكون في أمان. لو معكش فلوس للطوارئ يبقى الأحسن تبدأ تحوش الأول عشان تضمن مبلغ مالي يعادل دخلك لمدة شهرين أو سنة للظروف الطارئة. لو نجحت في الخطوة دي اتأكد انك هتحس بأمان أكتر، وهيبقى معاك الادخار فيما بعد أكتر فعالية ومردودية.